السلام عليكم حبايبي العقبة بودكاست، اهلا بيكم معايا تاني والاسبوع الرابع بالبريمير ليج بعد التوقف الدولي والمنتخبات والدنيا اللي احنا شفناها في كأس العالم 2026. مبروك لنسور قرطاج التوانسة، مبروك لأسود الأطلسي، ويا رب الوطن العربي كله يفرحنا، ومبروك بنسبة 99% لمنتخب مصر ومع حسام حسن. تشيلسي هيسافر يروح يلعب في برنتفورد قدام النحل بعد ما خاضت قواه وحصل تقريبا تفريغ للنادي خالص، من اول للمدير الفني مرورا ببويمو وويسا ونورجارد. اللعيبه كلها مشيت من الفريق. عامه هو بالنسبه له هيكون الموسم صعب فعلا، لكن بالنسبه لتشيلسي البروسي تشيلسي عنده اللعيبه اللي تقدر تخلص المباريات. المباراه دي بالنسبه للبروسي تشيلسي طبعا هتكون ناحيته، الا لو حصلت ظروف مختلفة. ممكن مالو جوستو بيفضلوا شوية علشان ما الناحية الهجومية، لكن في حاجة تانية جزئية مهمة جدا ما تاخدوش بالكم منها، ان انزو ماريسكا خايف على إصابة كايسيدو وانزو فرنانديز، عشان كده بيعين ريس جيمس انه بيقدر يعمل الحتة دي، لان ما زال لافيا لحد دلوقتي مصاب. ريس جيمس باك اب بره، الحتة دي مش بتاعت مالو جوستو خالص، لكن ريس جيمس بيقدر انه يلعب في مكان رقم 6 في نص الملعب. كول بالمر بالنسبه للفانتسي، يعني كول بالمر هيكون جاهز. يلا بينا الكابتن كول بالمر في المباراه دي عنده فرصه كبيره يعمل اسيستات ويحرز اهداف قدامه جواو بيدرو المتحرك، خاصه بعد اصابه ديلاب. الراجل ده غالبا هيبقى بره السكور شيت. والناحيه الثانيه بيدرو النيتو